النهارده هنشرح قاعدة used to وكمان would اللي موجودة في يونت 10 لثالثة ثانوي. تعالوا نشوف مع بعض معنى used to ايه وايه اللي بيساويها وازاي نستخدمها وايه التريكي questions اللي بتيجي في الأسئلة في ثالثة ثانوي وازاي نحلها. يلا بينا. تعالوا نبص على أول واحدة واللي هي used to. used to احنا منقولش هنا دي بنقولها صح لأن ده قاعدة باللغة الإنجليزية لو انتهت الكلمة الأولانية بالدي فإحنا اللي بعدها حرف ساكن أنا مش بنطق الدي فاسمها used to. used to معناها كنت متعود، يعني الحاجة دي كنت بعملها زمان ولكن دلوقتي أنا مش بعملها. يبقى حاجة كنا بنعملها زمان وبطلناها، أنا هنا هستخدم كلمة used to اللي فيها الدي used to وبعد كده بجيب بعدها الفعل اللي أنا كنت بعمله زمان في المصدر infinitive، يعني no is no ed no ing هو الأصل back to the infinitive يرجع للمصدر اللي هو الانفينيتيف. طيب مثال، لو واحد مثلا كان متعود وهو صغير كان بيركب عجلة أو بيعمل أي حاجة زي كده ولما كبر ما عادش بيعمل الحاجة دي فهيقول I used to ride a bike. يبقى أنا فهمت من هنا إن الشخص اللي بيتكلم ده كان بيركب عجلة وهو صغير في فترة من الفترات ولكن دلوقتي ما عادش بيركبها، ودي عبارة عن عادة في الماضي بنسميها old habit. طيب خلي بالكم من كلمة old habit، يبقى إذا used to إحنا بنربطها بحاجة اسمها old habit اللي هي عادة قديمة. لو كان زمان مثلا بيقول لك أنا كنت متعود دايما أعمل كذا كذا كذا، لا يفضل هنا في الحالة دي بقى إن أنا أستخدم would، وwould هنا هيبقى ليها كذا معنى في اللغة الإنجليزية. معنى أنت وصل جات لك في السؤال بيبقى هنا معناها ممكن، لكن would لو جه بعدها have في التصريف تاني معناها ان انت كنت هتقول او هتعمل حاجه معينه وما عملتهاش، لكن would لو جه بعدها لازم action verb فعل حركه. خلي بالكم used to بتساوي would بمعنى كنت متعود، بس في فرق ان used to انت متعود والحاجه اللي عملتها ممكن تكون action verb وممكن تكون يعني فعل في حركه زي write زي play زي work زي اي فعل فيه حركه، وممكن زي الفعل زي live يعيش فعل من الافعال اللي هي ما فيهاش اي حركه سيلف، فاقول لك I used to live in Port Said. انا متعوده اعيش في بورت سعيد، كنت متعوده يعني ما مش موجوده برضه في بورت سعيد. طيب يبقى اذا هنا used to مع فعل action verb او فعل سيلف يعني ما فيهوش اي حركه، على عكس would لو جت بمعنى used to لا لازم اجيب بعدها action verb. عشان كده نعمل حاجه اغنيه لما نيجي نذاكر نقول ان would بتحب الحركه، would بتحب الحركه. يلا بينا ما تنسوش ان would بتحب الايه؟ الحركه، بعدها action verb كمان في فرق بسيط ما بين used to وبين كلمه would. لو معناها معتاد او كنت معتاد على زمان في الماضي ان هي ممكن نستخدم بحاجه اسمها past state، يعني ايه؟ حاله كانت في الماضي وبتتكرر، في حاله التكرار الحاله دي التكرار فممكن نستخدم ايه هنا؟ would. نستخدم هنا would، يبقى would بتيجي مع اللي هي past state اللي هي الحاله اللي هي فيها تكرار، وعشان كده قال لك انت ممكن تستخدم would بمعنى معتاد او كنت معتاد على لو جه بعدها كمان always تبقى خلاص، يعني I would always كان يقول انا كنت متعوده دايما، يبقى الحاجه دي في الماضي كانت بتتكرر. هنا لو قلت I used to ride the bike يعني زمان كنت بعملها وخلاص بطلت ما عادش بكررها تاني، وهنا برضه طبعا اكيد وقفت ولكن كانت بتتكرر كتير في الماضي، كانت بتتكرر كتير في الماضي. طيب يبقى انا عرفت الفرق ما بين used to وما بين would. تعالوا نشوف النفي بقى في حالة النفي. زي ما احنا شايفين هنا لما احب انفي used to انا بنفيها لانها فعل بنفيها didn't، وديدنت بتخليني ان انا ارجع الفعل الاصلي يعني مفيش هنا اي دي اسمها didn't used to والinfinite.
بالنسبة بقى would اللي معناها كان متعود وبعدها action verb، يبقى في الحالة دي لما أحب أنفيها ليها طريقة تاني بس بننفي بيها لو معناها فعلا هو كان معتاد. إن أقول would العادي بس لازم أجيب بعدها لا إما always لا إما usually لا إما أجيب بعدهم الظرف ده. يعني أنا ما كنتش I wouldn't always I wouldn't usually I wouldn't often أو often الاتنين صح؟ يعني ما كنتش متعود بعمل الحاجات دي. أو إن أجيب never بس never هنا نفي يبقى مش هينفع أجيب معها wouldn't، يبقى في الحالة أقول هنا would never I would never. أنا ما كنتش بعمل الحاجة دي زمان ولا كنت بكررها على طول. I would never I wouldn't always I wouldn't usually I wouldn't often. في الحالة دي معناه أنا ما كنتش متعود، يعني بتساوي كلمة didn't used to. بس ما تنسوا إن would بتحب الأفعال الأكشن verb، لكن used to أظن used to منفية هي بتحب جوكر. يعني جوكر والله هات لي نستخدم فعل مفيهوش حركة أنا معاك، فعل فيه أكشن verb أنا معاك، أنا مش هتفرق معايا مش هتفرق معايا. كلام جميل. يبقى أنا عرفت أنا الكلام النهارده على حاجتين اللي في الماضي كنت بعملهم بشكل مستمر يبقى would، حاجتين في الماضي بعملهم بشكل مستمر يبقى would، حاجة أنا كنت بعملها في الماضي بطلتها يبقى used to. هنا حركة واستئناف، مفيش أي مشكلة سهلة خالص. تعالوا لما نشوف لو أنت لسه متعود تعمل الحاجة دي هتقول إيه؟ لا لو أنا لسه متعود الوضع هيختلف. قال لك إنك تستخدم used to بمعنى أنت ما زلت متعود اللي هي used to عادي خالص زي ما هي فيها دي used to، ولكن بحط قبلها لا إما verb to be. يعني إيه verb to be؟ ولا verb كان كان is كان are مش فارق معايا، كان was كان were مش فارق معايا، أو نستخدم verb get والماضي بتاعه got، أو استخدم كمان verb تاني قبلها زي كلمة grow أو grew في الماضي. كمان لو verb تاني زي verb بكتبه تحت هنا اللي هو become و became في الماضي. يبقى لو used to جاء قبلها verb to be is are was were get وgot وgrow grew became وbecome، احنا في الحالة دي هنا بتدل على الاستمرارية. حضرتك ما زلت متعود كل يوم الصبح تشرب قهوة أو تشرب شاي يبقى I'm used to drinking. هنا في الحالة دي الأفعال دي كلها اللي جاية قبل used to هتخليني أضيف للفعل بتاعي ing يبقى اسمها drinking، وهنا بتدل على الاستمرارية. ما زلت أفعل الشيء دوت. طيب تعالوا نشوف بعض الأمثلة اللي فيها trickies اللي هتخلينا نفهم أكتر، لأن الممارسة أفضل بكتير من الشرح. يلا بينا. يلا بينا نحل مع بعض الأسئلة اللي معايا دلوقتي. أول سؤال واللي هو I used to would live in Cairo but now I don't. كلمة but now يعني احنا بطلنا، بعد ما انا بطلت. خلي بالك ان but now لازم تيجي بعدها مضارع بيكون نيجاتيف بتاع الإثبات اللي هو بتاع used to أو would. يعني لو هنا مثبت أنا بجيب هنا منفي بعد إيه but now. طيب لو كده بصيت إن هنا leave ده فعل ايه؟ ستيل. إذا من غير تفكير ما أقدرش آخد الوود، يبقى الإجابة هتبقى used to. معناها أنا كنت متعود أعيش في القاهرة لكن دلوقتي ما عدتش موجود. She not used to ولا no longer works at the company. هي ما عادش شغالة يعني بطلت. طيب ما هي لو قلت used to هي معناها برضه ما كانت وبطلت، هي used to معناها بطلت والنو لونجر معناها بطلت. لكن لو جينا بصينا الفيرب هنا مضارع، لا لو مضارع مع النو لونجر معناها بطلت بتساوي used to، ولكن في اللي بعدها بجيب فيرب عادي مع الهي والشي والات بجيب في المضارع. لكن عارفين لو كان وصل كنت استخدم عادي used to. يبقى نو لونجر بيساوي used to ولكن الفعل بعدها بيفضل مضارع زي ما هو. كمان من الحاجات اللي بتساوي كلمة used to معناها بطل كلمة any more، ولازم يكون في فرق هنا بين الكلمتين، أو any longer. تعالوا نشوف السؤال ده هنحله ازاي. She doesn't work ولا works any more أو any longer. من المعروف إن كنا أخدناها في
قبل كده اللي هي محددات الكمية إني بتحب النوت نيجاتيف، يبقى من غير تفكير بدل في إنه أو إني نمبر يبقى أنا هاخد doesn't work. السؤال اللي بعده she no longer أهي does the housework ما عادش بتعمل إيه؟ لو هنا قال لك she no longer أنت فعلا بتيجي في المضارع لما قال she يبقى هنيجي في المضارع ياخد اس، بس خلي بالك من السؤال ده she no longer the housework as she ما عادش بتعمل الأعمال المنزلية as she إيه؟ would ولا used to؟ لو هنا يدو طب ما هي دو ديت ده فعل إيه؟ ده فعل مساعد ولا ده فعل أوتو اللي هو ده؟ فأنا اخترت فأنا مش عارف ده فعل مساعد يعني هاخد would ولا used to ده فعل اللي هي معدودة work اللي هو في حركة، أنا اخترت قال لك لا في تريكي حتة ممكن تساعدنا قوي لو أنت مش عارف حتة اللي هي الكوكيشنز والأفعال حركة أو الحركة وما إلى آخره. هي كانت بتعمل الحاجة دي، هل هي بطلت؟ بطلت، يبقى ده كان عادة في الماضي old habit، يبقى في الحالة دي اختار used to. طب لا دي حاجة كانت بتعملها في الماضي وكانت بتكررها، كنت على طول بعمل الحاجة دي في الماضي لا يبقى إذا هختار هنا used to لأنها تعتبر هنا عادة في الماضي وعرفت إن هي بطلتها من كلمة no longer وهنا دي كانت الأسئلة التريكي اللي بتجيلنا في ثالثة ثانوي. ثانك يو سو ماتش وأتمنى إن أنتوا تعملوا لي اشتراك وتتابعوني عشان هنكمل سلسلة المراجعة ثالثة ثانوي وبالتوفيق ليكم.